أهلا بكم جميعا على قناة أخبار الساعة. رئيس السادة السيدات المستشارين، شكرا جزيلا على التفضل بطرح هذا السؤال في هذا الموضوع المهم. ظريف الله يجزيه بخير كيوقف ديك الوقفه زوينه في البركه. شكرا بدأ على هذا السؤال. السياسه العامه المرتبطه بحمايه المستهلك واللي هي مهمه جدا لان اولا مع قرب شهر رمضان هي مهمه طول السنه، ولكن في شهر رمضان كيهتم بها المواطنون اكثر. مهمه جدا لان عشنا في هذه المرحله الاخيره واحد التفاعل ديال العديد من المواطنين والمواطنات مع ما اصطلح عليه بالمقاطعه. وبغيت ناكد باني شخصيا وحنا في الحكومه تابعنا باهتمام كبير جميع ردود الفعل. هنا نجد في الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إنه الحنش بوسكا. هذا الحنش بوسكا أو أفعال كبرى إنها خطيرة تنفث سما خطيرة التي تمت في هذا الموضوع. والموقع ديال المسؤولية ديالي كيحتم عليا الإنصات للجميع. ما تيقوش فيه، راه ما فيه خير. تفهم مختلف الرسائل التي ترد من الجميع، وأقول مرة أخرى من الجميع. بغيت نقول بأن الحكومة لا يمكن أن تكون ضد مصالح المواطنين ولن تكون أبدا ضد مصلحة المواطنين. ما سكتوش على هذه. كما يمكن أن يظن البعض الحكومة نابعة من الإرادة الشعبية وتتحس بالمسؤولية ديالها، ومن هنا فاحنا استمعنا بإمعان لمختلف الآراء الأفكار التي رجت في هذه المرحلة وفي هذا الموضوع. مقاطعة ما عمرك تصرح شي تصريح بخصوص المقاطعة. الاتهامات المخالفة على تسمية يعني مقتنع غير من مرة لأنه يقف في اتهامات ما عرفناش شكون اللي كيطلقها، لذلك حنا ما غنجاوبوش على المجهولين. لا انت منافق. وبغيت نقول بأنه حنا عندنا مسؤولية ديال الحرص على حفظ مسألة مصلحة المواطنين. عندنا مسؤولية باش نحافظوا على الكرامة ديال المواطن، سواء كان هذا المواطن مستهلكا أو كان منتجا. حتى التاجر والعامل والفلاح حتى هما منتجين وفي نفس الوقت مستهلكين. وعندنا مسؤولية باش ندعموا القدرة الشرائية ديال الأسر المغربية، كما أن من مسؤوليتنا ضمان حرية الاستثمار وضمان حرية العمل وضمان تحسين الظروف ديال الإنتاج أيضا، لأن هذا غادي يقوي الإنتاج الوطني ويشجع أيضا المنتجين. فالحكومة باستمرار فكرات وتبعات، ونحن نعكف على إيجاد واتخاذ عدد من الخطوات اللي كتسير لتلبية عدد من الاحتياجات المعبر عنها وللدفاع عن مصالح هؤلاء جميعا. وأريد أن أطمئن السيدات والسادة المستشارين ومن خلالكم نطمئن مجموع المواطنات والمواطنين على أن الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وغادي نبين عدد من الخطوات والإجراءات اللي كنتخذوها، سواء مرتكزة على المقتضيات القانونية وعلى غيرها. ولكن بغيت نقول أيضا بأن احنا مع الاقتراب ديال شهر رمضان المبارك اللي هو شهر الغفران، اللي هو شهر التراحم، أريد أن أقول بأن خصنا نتوجهوا نحو المستقبل. أريد أن أدعو الجميع إلى التسامح. وأنا شخصيا كنت تأسف على بعض التجاوزات وبعض التعابير اللفظية، وأريد أن أقول بغينا هذا الشيء ندوز الصفحة ديالو ونشوفوا المصلحة ديالنا جميعا، ديال المواطن، ديال المواطنة، ديال المستهلك، وديال أيضا المنتج. بقينا فيكم تايقين وبالسخط الجوار حنا صايحين.
مقاطعين وما زال مواصلين. والأهم في كل هذا هو المصلحة الوطنية العليا التي نشتغل لها جميعا. حضرات السيدات والسادة، فعلا هذه القضية ديال حماية المستهلك عنده أهمية كبيرة، ولكن بغيت نقول بأن حماية المستهلك فيه عدد من المستويات. إذا دخلنا السوق بالنسبة للدولة عندها ثلاثة الأمور كتحرص عليها بالنسبة للمواد الأساسية بالمواطنين. أول حاجة كتحرص عليه هو أولا وفرة هذه المواد، لأن إذا دخلتي السوق ما لقيتيش الخبز، إلا بغيتي تشري شي حاجة وما لقيتيهاش راه ما كاين نتذكروا لا على ثمن لا على شي حاجة، خصنا بعدا نوفروه. وتوفير المواد الأساسية عمل ديال الاشتغال مستمر ديال الإدارات المعنية طول السنة، لأن هذه المادة خصنا نحرصوا. إلا كنتجوها خصنا نشوفوا واش كنتجوها بالكمية الكافية، إلا ما كنتجوهاش خصنا ندفعوا الناس اللي غادي يستوردوها أيضا بالكمية الكافية باش يكون على الأقل المواطنات والمواطنين إلا بغاوها يلقاوها. إذن أولا وفرة المادة. ثانيا جودة المادة، لأن إلا كانت المادة مضرة بالصحة مضرة بالسلامة توفرها عدمها أحسن من توفرها. هناك مواد يمكن أحيانا نتيجة عدم وجود الوسائل ديال الحفظ أو تجاوز الصلاحيات، المدة ديال الصلاحية أو عدم المراقبة أثناء التصنيع يمكن تكون مضرة ضرر كبير بالمواطنين. إذن المحور الثاني هو حرص على مراقبة تكون سلامة هذه المادة وموافقة للمعايير الصحية والمعايير البيئية ومعايير السلامة. ثالثا الثمن أن يكون مناسب لعموم المواطنات والمواطنين، والدولة كتحرص على هذه الثلاثة الأمور كلها. وكاين آليات، كاين قوانين، وكاين آليات، وكاين إدارات، وكاين متابعة، وكاين أيضا تفاعل مع المواطنات والمواطنين في هذا المجال. لابد أن أشيد بما قاله السيدات والسادة المستشارين فاش قالوا بأن الإطار هناك إطار قانوني لحماية المستهلك وهي مجموعة من القوانين، ولكن آخرها القانون المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات وغيرها، ثم قبل منه القانون القاضي بتدابير حماية المستهلك، وهناك قانون المتعلق بالسلامة الصحية لمنتجات الغذاء.